السلام عليكم أحبة المشاهدين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مشاهدي أعزاء، المرجو من حضراتكم قبل مشاهدة هذا الخبر الانضمام في قناتنا على التليجرام، حيث ننشر فيها جميع أخبار وزارة التربية وكل ما يهم ويخدم الطلاب. طبعا عندنا خبر مهم لهذا اليوم. طبعا رابط التليجرام موجود بالوصف أسفل هذا الفيديو بأول تعليق مثبت. طبعا خبر هذا اليوم حول العودة إلى الدوام الإلكتروني، حيث نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. الخبر هو على أساس وزارة الصحة تعطي الضوء الأخضر للتعليم والتربية لعودة الدوام الإلكتروني في الجامعات والمدارس بعد زيادة الإصابات. طبعا الخبر المؤكد ليس هذا. وزارة الصحة أعلنت زيادة الإصابات بفيروس كورونا، وقالوا من الممكن أن يدخل العراق في موجة جديدة هذه السنة وبداية فصل الشتاء، حيث أعلنت وزارة التربية على أساس دخول موجة جديدة لفيروس كورونا. فالخبر هو لو دخلت فيروس كورونا أو الموجة الجديدة إلى العراق، فإن وزارة الصحة هنا سوف تعطي الضوء الأخضر لوزارة التعليم والتربية بالعمل بالتعليم الإلكتروني. ولكن إلى الآن وزارة الصحة قالت من الممكن دخول موجة جديدة بعد زيادة الإصابات، لأن إصابات بفيروس كورونا في فصل الشتاء أو بالبرد تنتشر بنسبة أكثر مما هي في الصيف. فإن شاء الله أنه يبعد هذه الأوبئة والفيروسات عن بلدنا العزيز، لأن العراق عانى كثيرا وهناك وفيات كثيرة بسبب فيروس كورونا. ما نريد نمر بهذا الظرف العصيب إن شاء الله، ويستمر الدوام الرسمي كما هو عليه الآن حضوريا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.